في خبر مثير للجدل، النادي الأهلي يمر بمرحلة اضطراب مؤخراً بعد طلب نجم الفريق إمام عاشور الرحيل عن النادي. إمام عاشور بعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادي نيوم السعودي طلب الرحيل عن الأهلي، والعرض المالي يقدر ب5 ملايين دولار مع حوافز إضافية للنادي. لكن القصة ما زالت مثيرة، حيث تزايدت الشائعات حول انتقاله بسبب المطالب المالية المرتفعة التي يطلبها لتجديد عقده مع الأهلي. اللاعب يطلب راتباً سنوياً يصل إلى 100 مليون جنيه، وهو ما سيضعه في نفس مستوى أحمد سيد زيزو. في السابق كان الأهلي يرفض فكرة رحيل إمام عاشور، حيث كان النادي مستعداً للتفاوض لتجديد عقده حتى عام 2029، لكن مع العروض الخليجية المغرية قد تتغير الأمور بشكل سريع. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة علشان يصلكم كل جديد عن أخبار الأهلي.